سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيكه بالتفاح والحامض. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. واسمحوا لي على الصوت، راني عيانه واحد شويه. المهم بالنسبه للمقادير راه ساهله بزاف. كناخذوا 2 بيضات، قبيصه د الملحه، وكاس ديال سنيده. قشره ديال حامضه محكوكه، كنحكو غير ديك الجلده اللي كتكون من الفوق. نطربوا مزيان هاد البيض مع سنيده. نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحامض، كاس ديال عصير الحامض. نخلطو مزيان الخليط. وغادي نزيد الدقيق يكون مغربل، وجوج ساشي ديال الخميره. الخليط خد عليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. نخلطو مزيان حتى يدخل داك الدقيق كامل في الخليط. وفي الاخير غادي نزيد واحد حك ديال دانون، غير داك الصغير. درت نكهه ديال الفاني. هنا خديت تفاحه كبيره، قطعتها شرائح رقاقين، وعصرت عليها عصير ديال الحامض باش ما كيتبدلش داك اللون ديال التفاح. ورشيت عليها معلقه ديال سنيده. غادي ناخذ مول مدهون وغادي نخوي فيه الخليط. ناخذ دوك الشرائح ديال التفاح نديرهم من الفوق. وتزيين خديت واحد شويه ديال الشوفان مع حبيبات ديال الشكلاط، واحد الساشيه ديال الفاني، ورشيتهم هكا من الفوق، من فوق التفاح. ودخلت المول الفران. العافيه تكون شاعله غير من التحت، عافيه مهيله حتى كيتحمر الكيك من التحت، وعاد نشعلو عليه من الفوق. ملي كنخرجوا الكيك من الفران كندهنوه بالناباج اولا مربى، كنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وبسلام عليكم.